المصري وقنوات النيل والقنوات الإقليمية نتمنى لهم التوفيق خلال الفترة اللي جاية. مفيش كلام طبعا، التلفزيون الحكومي لا بديل عنه. ركنية للخرطوم، تتلعب على طول سريعة وعالية، يقطع على طول الدفاع ويشتت فريق النادي الاسماعيلي. مفيش اي حد في الامام، كل الفرقة راجعة بتدافع. فرقة الاسماعيلي بدأنا الدقيقة 89، يعني باقي دقيقة وشوية على نهاية اللقاء غير الوقت المحتسب بدل من ضائع. بيقفلوا المساحات، بيلعبوا الكرة اهي السريعة مع بعض من لمسة، وادي على طول مش اوف سايد ورايح ميدو. محمد حميد ميدو، اول كرة لميدو. ميدو 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 ميدو، لا والله ده احمد علي. احمد علي يمكن من بعيد، يمكن الجو هنا عندي احنا في اعلى نقطة. احمد علي سجل الهدف. احمد علي سجل الخامس. خمسة وخميسة يا اسماعيلية، خمسة وخميسة يا دراويش، خمسة وخميسة عليك يا احمد يا علي. بيسجل الهدف في الدقيقة 89. احمد علي بيفتتح الاهداف ويختتم الاهداف في لقاء اليوم. ويعني من الحاجات السعيدة جدا ان بعد بداية المباراة بدقيقة ودقيقة ونص بيسجل هدف، وقبل نهاية المباراة بدقيقة ودقيقة ونص بيسجل الهدف، بيفتتح الاهداف وينهيها احمد علي. يمكن كنت عايز اقول يمكن تحركاته او شكله هناك وحركته كان شبه ميدو. الملعب هنا يمكن فيه شبورة عالية فوق ما خدتش بالي، انما الزاوية لما الكادر قفل عليه يمكن هي دي اللي خلتني خدت بالي منه. تحية لاحمد علي للهدف الخامس. خمسة وخميسة عليكم يا دراويش. على طول ادي حمص، يستلم حمص ناحية الشمال، وبنلعب في الدقيقة الأخيرة